صديتها عشان ايه؟ عشان كرامتك؟ واضح ان الفص اليمين مش شغال تقريبا، يعني صحت من النوم مش عايزه تكمل. قالت لي ما بعرفش اروح الجيم وانت موجود. ده كان يعني حب حياتي يعني. لا مفيش راجل بيتقبل الكلام ده وما بينساش، بيعمل نفسه ناسي وما بينساش. احنا بنسلع المرأة كده، ما ينفعش، المرأة مش سلع، عيب. اتفضلي. والله انا شايفه ان احنا مش نافعين مع بعض. الراجل لما يموف اون بيموف اون فعلا، انما البنت ما بتنساش اول حد عمل ايه وتاني حد عمل ايه وتالت حد عمل ايه. نحب نقلب ونرمي؟ لا والله، لا بننسى. لو انت بتسالني انا ارتبطت كام مره، ممكن مثلا نخليهم مرتين مثلا، فهتعلي عليا ولا انت اقل ولا ايه بالظبط؟ لا انا ارتبطت مره واحده بس في حياتي كلها. في حياتي كلها اللي هي كام سنه يعني؟ 50 مثلا؟ 100 بس يعني في ال 100 سنه دول مره؟ لا يا عم انا عندي 24 سنه، كبرتني في ايه؟ طب يعني هي مره واحده بس؟ هي مره واحده بس. ده كان يعني حب حياتي. ويعني ليه ما كملناش؟ امال ليه ايه؟ اكيد لا ما مش لازم ما كملتش ليه؟ انت ما كملتش ليه؟ يعني اخر ريليشن ليك دي ما كملتش فيها ليه؟ هي صحت من النوم مش عايزه تكمل. يا راجل والله قلت لها روح كملي نوم. لا هي صحت من النوم مش عايزه تكمل. قالت لي ما بعرفش اروح الجيم وانت موجود. والله العظيم ما بهزر بجد. لا والله بجد؟ والله بجد. الموضوع يعني كان سريع جدا خفيف. هم 3 سنين ونص بس عادي يعني، مش حوار. ارتباط 3 سنين 3 سنين ونص. صحت الصبح قالت لا وسبتوا بعض كده ما هي كانت نايمه على جنبها الشمال تقريبا. وانت ما كانش فيه محاوله؟ طب ليه نسيب بعض كده؟ لا ليه؟ ايه هتناقش بنت في حاجه ليه؟ هي ما دماغها ربنا معاها يعني. صح. احنا البنات لا صح يعني صح. لا خلينا في البنات ده. انت قلت لي برج ايه؟ الحمل ان شاء الله. انا قلت برج عشان كده. احنا دماغنا هويه. طب انت كولد دي حاجه ما زعلتكش مثلا؟ ما حسيتش في نفسك ان بنت قالت لي لا ما نكملش او رفضت ان انت تكمل معاها؟ ممكن اقابلك ان انا جامد واقول لك مش فارق معايا عشان انا سوبرمان والكلام ده، لا بس هو فارق معايا جدا جدا. فرقت معاك عشان انت بتحبها ولا فرقت معاك عشان الاثنين مع بعض؟ بس الاكتر عشان انا بحبها. يعني الموضوع صعب فشخ بصراحه، حتى لو حاولنا نجمله واقول لك ان انا جامد والكلام ده، لا بس واقعيا خدت فتره طويله. في مشاعر فتره طويله جدا طبعا، اغاني حزينه بقى طب هي ما رجعتلكش او حاولت ان هي ترجع؟ كان في محاولات معينه بس يعني صدتها عشان مش هينفع. صدتها عشان ايه؟ عشان كرامتك؟ ان هي سابتك؟ ممكن برضو كده، وممكن عشان دي واحده مجنونه يعني صحت من النوم مش عايزه تكمل، فازاي كان معايا فعلا حياتي. فلا كأن انت راجل وسابتك يعني، فلا انا مش هرجع بعد ما هي سابتني. دي نقطه. النقطه الثانيه دي واحده يعني في مشكله في العقل. واضح ان الفص اليمين مش شغال تقريبا، يعني صحت من النوم مش عايزه تكمل. فدي يعني ازاي هامنه على حياتي؟ هي كانت برج ايه؟ شهر 5 مش عارف ده برج ايه بصراحه. طور. احنا فاهمين مع بعض اصلا. حمل وطور على نور. 2 حيوانات في الموضوع. تمام. طب لو العكس بقى، لو هي كانت في ريليشن اتفضلي. السؤال ده مش عايزه. اتفضلي اكيد. وجت هي بقى حكت لك عن ريليشن قديمه دي والمشاكل وكده وبس هي خلاص عملت موف اون، يعني هتتقبل؟ لا طبعا. طب ليه بقى؟ تقبل ازاي؟ طب ما هي تقبلت. هي دلوقتي هتيجي تحكي لي كل حاجه حصلت. بيختاروا اسماء ايه ومسكوا ايه ببعض كام مره، واول مره لا بحبك فين والكلام ده. انت عايزه ابقى كراجل مقتنع بالكلام ده ازاي واسمعه ازاي؟ انا راجل عندي مشاعر. ما هي كست او كأنثى تقبلت ده. احنا لما بنموف اون فاهم بجد، بتكلم على الرجاله مش العيال عشان تفرق. لا واحنا بنموف اون. الراجل لما بيموف اون فعلا. انما البنت ما بتنساش اول حد عمل ايه وتاني حد عمل ايه وتالت حد عمل ايه. فانا هقعد اسمع بقى اول وتاني وتالت. لا ليه؟ الراجل لو حب بجد مش هينسى برضه. لو ايه؟ لو حب بجد يعني مش هينسى. لا طبعا بنحب نقلب ونرمي. لا والله لا بننسى. يعني انت بالنسبه لك ان هي لا ان هو ان هي تحكي لك، يعني هي تدخل في العلاقه كده على طول. صباح الخير احنا نرتبط. انت فاضي النهارده نرتبط؟ الله يلا. طب يلا بينا. لا مش هينفع تحكي. ثواني بقى هقول لك حاجه. ثواني دلوقتي انت اللي ارتبطت بيها دي كانت اول مره ترتبط بحد وكده. اوكي ماشي وسبتها. تمام. ما راحت لغيرك. حلو. ماشي. هي فرخه. احنا بنسلع المرأة كده، ما ينفعش. المرأة مش سلع، عيب. اتفضلي. استنى دلوقتي. انت بتجادجي، خدي بالك. ما هتجادج براحتي يا عم. انت متضايق؟ انا كأنثى جادج براحتي. دلوقتي ايه؟ راحت لغيرك. تمام. حكيت له كل الكلام ده. طب ما ايه بقى؟ ما هو احنا هنا من الاول. ما هيتقبل على فكره كراجل عادي. لا مفيش راجل بيتقبل الكلام ده وما بينساش، بيعمل نفسه ناسي وما بينساش. مش هتتقبله ليه؟ يعني هي ازاي؟ ليه؟ ايه الحاجه اللي هتوجعك لما تيجي تحكي لك؟ تقول لي اخر مره نزلنا سينما امريكانا بلازا اتفرجنا مش عارف على فيلم يعني انت عايز مسك ايدي في البريك وكنا بنعيط. انا اسمع الكلام ده ازاي يا جدعان؟ يعني هي تحكي لك انت لا انت ده رايك. فانا اتجنب المشاكل احسن وما نحكيش عادي، الا اذا كان موضوع كبير جدا لازم تحكيه. موضوع كبير. بص يا ابن الناس. اتفضل. والله انا شايفه ان احنا مش نافعين مع بعض. ليه؟ لا لانه ايه، انت ليك حياتك، شوف طريقك يا ابني وانا شق طريقي ومش هننفع كده مع بعض خالص. مش لازم انت اللي تحكمي، ممكن نشوف راي الناس هم اللي يحكموا احسن بكتير. احنا ممكن نشوف راي الاغلبيه بيبقى الطف. بس انا بالنسبه لي لا احنا مش نافعين مع بعض. فاحنا نشوف راي الاغلبيه احسن، نشوف راي الجمهور هو اللي يحكم
بيني وبينك لو قالوا فاحنا ديت يوم الاربعاء الجاي عشان انا اجازه. انت لو قالوا الاربعاء الجاي انا اجازه انا حددت. لو لا انا هشوف نفسي فاضيه ولا لا، انت مش هتحكم بقى. طيب شوفي يرن عليا بس ما اكونش نايم، اهم حاجه. خلاص احنا نشوف راي الجمهور ونشوف. ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله باذن الله.